مساء الخير على حضراتكم مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24 في كل مكان. معاكم محمد العبساوي صحفي بالموقع. احنا متواجدين حاليا بننقل لحضراتكم تفاصيل وقعة نصب حصلت لمجموعة من الأصدقاء على إيد واحد صديقهم أو صديقهم. احنا مع اوهمهم ان هو هيعمل شركة في مصر. هم كانوا متغربين كلهم بره مصر. عرض عليهم انهم يجمعوا فلوس من بعض وهينزلوا مصر، هيعملوا مشروع سلسلة محلات سوبر ماركت. وثقوا فيه وصدقوه. وعلى حسب كلام الضحايا انهم دفعوا كل واحد حوالي 500 ألف جنيه، جمع منهم 8 مليون تقريبا. معانا احد الضحايا هيحكي لنا ايه اللي حصل معاه بالظبط والواقعة بدأت ازاي. اتفضل عرفنا بنفسك. السلام عليكم. سلام. معكم نبيل شحاتة. كنا احنا مجموعة أصدقاء في الغربة، وجمعنا في صديق ليا في نفس العمارة بتاعت اللي أنا كنت ساكن فيها، وفي نفس الوقت صديق مقرب، ومعنا 2 3 كمان. جه عرض علينا في صديق لي من البلد بتاعته ان هو عنده بقاله 15 سنة في السعودية ومدير مبيعات في شركة أدوية والى اخره، وليه علاقة بيه، ومن مدينة فقوس، وده جار لي. فقال لنا يعني، قلنا له انتوا تعرفوا بتاع؟ قال لنا اعرفه، صديق عمري وكان في الابتدائية معايا وبتاع والكلام دوت. فالمهم يعني عرض علينا فكرة افتتاح سوبر ماركت، ميني سوبر ماركت، سلسلة سوبر ماركت. فقلنا له ماشي، وقلنا اقتنعنا بالكلام حكما ان احنا في الغربة كل واحد فينا عايز يعمل مشروع خاص بيه وبتاع. وقلنا صدقنا ان مثلا في واحد مننا على معرفة بصديق تاني، واخد بالك، والصديق دوت صديق عمره وهو الاخر، فوثقنا في كلامه. بناء على ذلك دخلنا في المشروع. كان المشروع عرضنا، قال لك حوالي، يعني صديق حضرتك اللي ساكن معاك في الغربة بقاله 15 سنة هو اللي عرض عليك العرض وقال لك انه هو ليه صديق في مصر، محل ثقة. صديق معانا كان مسافر معاكم؟ كان مسافر معانا وموجود معانا. قلنا له موافقين وبتاع والكلام دوت. قلنا له طيب نقابله ونشوفه ونتعرف عليه، على اساس بعد كده نقرر. فالراجل جه واجتمعنا في بيتنا، في بيتي انا شخصيا. جينا اجتمعنا مره واثنين واتكلمنا معاه، و يعني اقتنعنا بنسبه 80 90%. بس بحكم ان احنا وثقنا في صديقنا كملنا الموضوع. تمام. عملنا، قلنا له طيب ماشي خلاص، يبقى كل واحد هنعمل اسهم ونعمل شركة تأسيس ذات مسؤولية محدودة، وفي نفس الوقت ونسجلها في الشهر العقاري عشان تبقى كل حاجة رسمية، واخد بالك. وقلنا له عملنا دراسة جدوى برضه على المشروع. فجاء دراسة الجدوى على المشروع، و يعني قال الربحية من 40 ل 50%، مع اننا احنا منطقيا ربحية زيادة عن اللزوم. فقلنا ايه يعني، حتى ولو منطقيا 20 ل 30. كلكم عندكم احلام ان بعد الغربة وبعد السنين دي كلها يكون في مشروع يعني يأمن مستقبلكم ومستقبل احنا في ناس مننا كتير عملوا جمعوا فلوس، ما كانش معاهم المبلغ متوفر، جمعوا فلوس، واللي باع ذهب مراته، واللي باع ذهب زوجته، يعني اتصرف في المبلغ الباقي وجمعه على اساس ان ده شقة عمره وعايز يعمل مشروع ويبني عليه. لأن الغربة في نهاية الأمر عايزين ننزل ونستقر في بلدنا. في نفس الوقت أحلامنا إن احنا نكبر، واتفقنا معاه على أساس برضو من الحاجات اللي هي بحكم في حكم إن ولادنا موجودين وكده وممكن يشتغلوا في السلسلة السوبر ماركت، نأمن مستقبلهم برضو في الحاجات ديت. فنهاية الأمر هو عمل الشركة، عملنا شركة ذات مسؤولية. لا، جمع منكم يعني الفلوس ازاي؟ قلنا على أساس إن احنا نجمع الفلوس نحولها للبنك. بعد ما عمل تأسيس الشركة فتحنا حساب في البنك اسكندرية وبعتنا الفلوس على حساباتنا،
واخد بالك. في بعضنا اداله كاش، وبعضنا تحولنا على البنك، اتجمعت الفلوس، ابتدى يعمل، قال لنا هنعمل ايه بدل ما اعمل سوبر ماركت، عايزين نعمل ايه مستودع ونحط فيه البضاعه وفي نفس الوقت نبيع جمله. فعمل المستودع وعمل السوبر ماركت، وبعت لنا الصور وبتاع، والدنيا حلوه زي الفل. تمام. يعني هو نزل مصر جمع الفلوس ونزل مصر، عمل مستودع ان هو بيشغل جمله وبيخرج البضاعه جمله، وبعت لكم صور. دي كلها كانت صور واخد بالك. قلنا خلاص تمام. فبعد 6 شهور 7 شهور 9 شهور كده، في واحد مننا برضو من ضمن المجموعه الشركه نزل، راجل مدير مالي، وقال له طيب احنا عايزين نشوف الحسابات ونشوف الدنيا. جه قال له ما فيش، لقى الدنيا ايه مش مظبوطه، الكلام مش مظبوطه. ازاي بقى؟ يعني مثلا قال لنا عملنا، اشترينا ثلاجات، اشترينا سوبر ماركت، عملنا التجهيزات بتاع فوق 700,000. قلنا له ماشي، طيب فين باقي الفلوس؟ واخد بالك. فقال له فين كشوفات الحساب بتاعت البنك؟ فوجئنا ان البنك ما فيهوش فلوس، فوجئنا ان هو حول، صرف اللي صرفه، وبقيه الفلوس حولها لحسابه الشخصي. فدي حاجه عملت ريبه عندنا. يعني حول فلوس الشركه لحسابه الشخصي. واخد بالك. وفوجئنا ان هو قال لنا في خسائر ومش خسائر. قلنا له طيب ماشي، مفيش مشكله عندنا في الخسائر، ده احنا عاملين المشروع ربح وخساره، تمام، متفقين على كده من البدايه، فمفيش مشكله. قلنا له نشارك في بس ادينا بيانات وحسابات ما يثبت ان في خساره، تمام. قال لك المحاسب هيقعد مع الاستاذ اللي هو المدير اللي هو رجع من مصر كده، وقعد معاه، لقى الدنيا ايه مش مظبوطه، فواتير، معظم الحاجات نسريات. انا دفعت نسريات، دفعت كده، وانت طب ماشي مفيش مشكله. طيب خلينا من الخساره 1,200,000، الفلوس اللي باقيه، البضاعه اللي موجوده اللي هو شافها المدير المالي لا تتعدى 1,000,000 ولا 2. طيب الباقي الفلوس فين؟ وجدنا ان الفلوس كلها الباقيه زي ما قلت لحضرتك ان هي راحت للبنك بتاعه. جه قال لنا الدنيا في بعض الناس قال لهم ما وافقوش على الاستمرار في الشركه، تمام، واخد بالك. فقال لهم حرر لهم شيكات وطلعهم بناء على الكلام. يعني ايه؟ يعني عمل لهم شيكات وراحوا صرفوها؟ لا طلعت، ما هو النصبايا هنا بقى، يعني انا حسينا بالنصب من هنا. رحنا اول واحد راح البنك من غير رصيد، كل الشيكات من غير رصيد. وفي نفس الوقت يعني احنا في بعضنا ما خرجش من الشركه، دول خرجوا، فهو خد الاسهم بتاعتهم. في نفس الوقت احنا بنقول ايه، خرج من الشركه. بعد كده قلنا له طيب ماشي، انت دلوقتي فين الفلوس؟ احنا عايزين نصفي الشركه. طيب نزلنا مع احترام لحضرتك، خلينا نوضح للساده المشاهدين. هو عمل شركه بعقود رسميه وقدم في الشهر العقاري، و يعني اوراق الشركه كلها مظبوطه سليمه، ولكن مفيش حاجه على ارض الواقع، كلها اوراق. نزلنا الدنيا لقينا الدنيا مفيش حاجه. من الضغط عليه بقى، وعايزين نقابله وعايزين كذا وكذا، عملنا مقابله معاه. فالمقابله ديت قال لك ايه، دول ناس استعجلوا على الربحيه واستعجلوا على البتاع. قلت له طب ماشي، ايه الوضع هنا؟ قال لا، ادوني 3 شهور وهجيب لكم المستندات، وهنجيب مراجع قانوني ومش عارف ايه يبقى بيننا وبينكم والكلام دوت. انا شخصيا اللي قابلته، تمام، معايا واحد تاني من ضمن الشركاء، بس انا طلعت يعني رؤيتي للكلام بتاعه ان الكلام كله هلامي ملوش اي اساس. احلى يعني زي ما بيقول ايه، عايز يرسخ ان يدينا ياخد فرصه بحيث ان هو يصفي كل حاجه يعني ياخد الفلوس. المهم استنينا ال3 شهور دول، وبعد كده لقينا ان ايه، فوجئنا بيه ان هو ساب فقوس خالص واتنقل لحته ما نعرفش عنها في ايه. يعني خد الفلوس وهرب. فين المستودع، فين السوبر ماركت، فين كذا فين كذا، مفيش اي حاجه. لقينا الدنيا هوا، لقينا الدنيا مفيش اي حاجه تثبت ايه حقوقنا. واحنا يعني حاليا في ناس زي ما انا قلت باعت حاجات من وورطت، يعني زي ما بقول اتورطوا وحلم حياتهم راح.
وفي نفس الوقت هم محتاجين الفلوس ديت، وعايزين نشوف السلطات تساعدنا ان احنا يتقبض عليه ونثبت حقنا ونستعيد حقنا. حضراتكم طبعا كلكم قدمتوا بلاغات كلنا رسميه. قدمنا بلاغات وخدنا احكام استئناف والى اخره، ولسه تمام. الحكم النهائي ما صدرش. تمام. بس في نفس الوقت احنا عايزين، يعني هو متمتع بفلوسنا ما نعرفش فين في مصر، ده حته غير معلومه، وعايش الله اعلم عايش فين، عايش حياته، واحنا اللي احنا يعني احنا نقدر نقول ان هو اوهمكم ان هو عمل شركة وفتح كذا فرع، ولكن لما جيتوا مصر اكتشفتوا ان هو ما عملش اي حاجة من دي، وبدأ يتهرب منكم ويديكم وعود ويخلف فيها وساب البلد ومشي. وحاليا ما نعرفش عنه اي حاجة يعني خالص. حتى الناس القرايب بتوعه ما فيش، ما نعرفش اي حاجة عنه. ودي القصة بتاعتنا، واحنا عايزين حقنا، عايزين نسترد حقنا ونشوفه فين ويتقبض عليه ويتحاكم زيه، يعني زيه زي الناس اللي بتنصب يعني. يعني احنا وثقنا في صديقنا، وثقنا فيه والكلام المعسول اللي هو كان بيقوله يعني. وطبعا كان عندكم احلام ان انتم في غربة ومحتاجين مشروع يأمن مستقبل اولادكم. اي واحد في الغربة ثق تمام، اي واحد في الغربة عايز ينهي غربته بمشروع في مصر يأمن مستقبله ومستقبل اولاده والدنيا تستمر والى اخره. وده اللي كان الهدف الرئيسي بتاعنا، ان احنا تجد تثق في واحد عشان يعمل لك المشروع بتاعك. هي دي اهم حاجة، ان انت تثق في واحد تديله فلوسك وتستأمنه على الفلوس اللي انت تديها له. وبالرغم من ذلك احنا وثقنا، والرغم من ذلك الواحد بيقول يعني خدنا عظة من الكلام ده، ان الواحد لازم يتعامل مع واحد هو تعامل معاه بنفسه، مش كلام من صديق. يعني انا بقول الكلام دوت برضو الواحد بيراجع نفسه على يعني مش اي حد نثق فيه بسهوله، مش اي حد. وحتى لو يعني المفروض زي ما بقول عملت تعرف فلان اعرفه، تعاملت معاه ما تعاملتش معاه ما تعرفوش. لازم تكون معامله ماديات، معامله فيها مصداقيه، معامله فيها كلام مظبوط، تحس بالمصداقيه فيه في التعامل. يعني في ناس الواحد يثق فيهم. تمام. بس فالوضع دلوقتي، وانت كلام صديقك ليكم هو اللي شجعكم على الخطوه دي، وهو اللي خلاكم وثقتوا فيه. مصداقيه في صديقنا، لان هو راجل كويس، راجل محترم، واخد بالك. بس في نفس الوقت احنا يعني زي ما بقول حاجه مسكناها، احنا مش قادرين ننزل مصر طبقا لظروفنا. فلما بتجد واحد تثق فيه او يعني عن معرفه والى اخره، وثقت فيه وخليته يعمل الموضوع دوت، وطلع وجه تاني خالص مختلف تماما عن اللي احنا شفناه في السعوديه. وهو واحد بقى له 15 سنه مدير مبيعات والى اخره. يعني مش محتاج ان هو نفكر تفكير حتى ولو يعني ان هو يعني هينصب علينا. طب هل هو وعدكم وعود مثلا انه هيرجع الفلوس، ان تديله مثلا فرصه يرجعها او حاجات زي كده؟ الكلام ده خدنا منه كتير، ووعدنا واخلف وعمل شيكات بدون رصيد. حتى بعد الكلام دوت لما قلنا له هنستنى 3 شهور، استنى 3 شهور وهعمل لكم شيكات وهعمل لكم بتاع وهجيب لكم الفلوس بتاعتكم، كل ده طلع كلام في كلام. حتى يعني الواحد مثلا حصلت له مشكلة، يعني حتى إنسانيا يراعي إن هو مثلا يساهم معاه في مشكلته. يعني في ناس كان واحد محتاج مثلا يزوج ابنه، ما عرفش الفلوس ديت، ما عرفش يجيب منين. في واحد عايز واحد مريض، واحد حصلت له حادثة. أنا شخصيا يعني بلاش أنا، عشان يعني أنا كان عندي مشكلة حسية، وزار ابني في المستشفى، واخد بالك. المفروض هو حتى ذوقيا لو هو عنده حق، يعني هو كنت أنا لسه مقابله ووعدنا بالفلوس وهو الآخر، ذوقيا أو إنسانيا يا أخي
شايفني انا في ورطه مثلا، يساعد. يجي يساعدني صح. طلع كذا. وكانت ال- ال- الموضوع ده بيكلفني فوق مبلغ كبير كبير جدا، واخد بالك، انما ما فيش اي حاجه حتى يعني بعد وعوده لينا ووعوده ليا ووعوده كذا ولا كل الكلام دوت طلع كلام في كلام، وفي نهايه الامر نصب علينا وما نعرفش عنه اي حاجه. طيب اخيرا كده يا استاذ علاء، يعني يا استاذ نبيل عفوا، حضرتك انتم طلباتكم ايه؟ احنا طلباتنا ببساطه ان السلطات المعنيه في مصر تحاول تبحث عنه وتمسكه وناخد حقنا منه، لان في ناس مننا تعبانه ومحتاجه فلوس، وده شقى عمرهم في نهايه الامر. يعني الواحد في ناس مننا كويسه ماشي الحال، بس في ناس كتيره من المجموعه اللي دخلت معاه ادته شقى عمرها. شقى عمرها، انت عارفين معنى الغربه ايه، ومعنى الفلوس اللي الواحد عايز يستثمرها في اي مشروع. فده خد نصب علينا وتمتع بفلوسنا وعايش حياه اكيد يعني فوق الوصف. من ضمن الحاجات اللي جاي سواق خاص مرسيدس ماشي بيه، الناس قالوا لنا يعني يعني عايش عيشه غير يعني يمتلك سياره مرسيدس وعايش حياته، او جاب سواق خاص وعاش عيشه راغده والى اخره. وفي نهايه الامر يعتبر اتنصب علينا من الانسان دوت، وعايزين ان السلطات تساعدنا ان احنا نمسكه وناخد حقنا منه. تمام. ولو حتى بالسجن ما يطلعش من السجن خالص. تمام. دي الحاجه اللي احنا يعني تشفي غليلنا بصراحه. تمام. يعني شكرا لحضرتك استاذ نبيل، وان شاء الله مشكلتك تتحل. شكرا مشاهدي ومتابعي القاهره 24 في كل مكان.